السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان كيضيع طاقة كبيرة وهو كيحاول يغير الناس. كاين واحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس كيتعلموها متأخرين، وهي أن الإنسان كيضيع طاقة كبيرة من حياته وهو كيحاول يغير الناس، كيحاول يقنعهم، يبدل أفكارهم، يصلح تصرفاتهم، يخليهم يفهموه. ولكن مع الوقت كيكتشفوا أن هذه المعركة في الغالب خاسرة، حيث ببساطة الإنسان ما كيتبدلش إلا هو بغى يتبدل. بزاف ديال الناس كيعيشوا وهم أنهم يقدروا يغيروا الآخر، كيبقاو يقولوا إلا صبرت شوية غيتبدل، إلا شرحت ليه أكثر غيفهمني، إلا وريتو الحب ديالي غيولي أحسن. ولكن الحقيقة الصعيبة هي أن التغيير الحقيقي ما كيجيش من الخارج، كيجي من الداخل. إلا ما كانش الإنسان مقتنع أنه خاصو يتبدل، حتى ألف نصيحة ما غتبدلوش. المشكل ماشي غير في أنك ما كتقدرش تبدل الناس، المشكل هو الثمن اللي كتخلصو. كتضيع طاقة نفسية، كتضيع الوقت، كتضيع هدوءك الداخلي، وكتلقى راسك كتفكر أكثر في كيفاش تبدلهم أكثر من كيفاش تطور نفسك. كتولي حياتك كلها محاولة إصلاح الآخر، كتحاول تبدل شخص ما كيحترمش، كتحاول تبدل شخص ما كيسمعش، كتحاول تبدل شخص ما باغيش يفهم. ومع الوقت كتولي كتتعب، كتحس بالإحباط، ويمكن حتى كتشك في راسك، كتقول واش المشكل فيا؟ علاش ما كيتبدلش؟ واش ما درتش المجهود الكافي؟ ولكن الحقيقة ماشي هذه. الحقيقة هي أن كل واحد مسؤول على راسه. انت ماشي مسؤول تبدل الناس، انت مسؤول غير على حدودك وعلى اختياراتك. كاين فرق كبير بين انك تنصح وبين انك تحاول تبدل الانسان. النصيحة موقف زوين، لكن محاولة تغيير الناس بالقوة استنزاف. حيت ملي كتقبل واحد الانسان خاصك تقبله كما هو، ماشي كما بغيتيه يكون. الا كان مناسب لحياتك مرحبا، الا ما كانش مناسب عندك الحق تبعد. المشكل ان بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يبعدوا، كيبقاو يحاولوا يصلحوا الاخر باش يبقى في حياتهم. ولكن العلاقات الصحيه ما كتقومش على مشروع الاصلاح، كتقوم على وعي، احترام ونضج. نهار اللي غتفهم ان تغيير الناس ماشي مهمتك، غتحس براحه كبيره، غترد طاقتك لنفسك، غتركز على تطورك، غتخلي كل واحد يعيش اختياراته ويتحمل نتائجها. والمفاجأة الزوينة هي أنك ملي ما كتبقاش تحاول تبدل الناس، كتولي تشوفهم بوضوح أكبر، كتعرف شكون يستحق يبقى في حياتك وشكون خاصو يبقى غير درس تعليمي وصافي. وفي الأخير أقوى تغيير ممكن ديرو في حياتك ماشي أنك تبدل الناس، بالعكس أنك تبدل نظرتك وحدودك واختياراتك. حيت ملي انت كتبدل حتى حياتك كاملة كتبدل معاك.